أخطر قناص في التاريخ. سيمو هايا، الجندي الفنلندي اللي الروس لقبوه بذا وايت ديث، الموت الأبيض. كان بيحارب في حرب الشتاء اللي كانت بين فنلندا وروسيا في نوفمبر 1939، في حرب قعدت 100 يوم بالظبط. قتل سيمو في الحرب دي أكتر من 542 جندي روسي، 5 قتلى في اليوم الواحد. كان مسبب رعب لكل الجنود الروس في الحرب دي. في يوم واحد قدر يموت 25 جندي روسي من بندقيته القناصة. كل عمليات القنص اللي نفذها سيمو في الحرب دي ما كانش فيه أي سكوب على البندقية بتاعته، وده لأنه كان شايف إن عدسة السكوب اللي هيحطها دي ممكن تكشف مكانه لو الشمس اتعكست عليها، فكان بيحط نفسه يستخبى جوه التلج عشان ما يبان لهمش. كان بيحط التلج جوه بقه عشان ما يشوفوش بخار المية وهو طالع من نفسه. بعدها يبتدي يصطاد منهم واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع. في أكتر من محاولة روسية فاشلة لاغتياله، اتصاب سيمو في آخر الحرب دي برصاصة من قناص روسي جت في فكه. فضل بعدها عايش بالإصابة دي لحد 2002، مات وهو عنده 96 سنة بموتة طبيعية.